مرحبا. بصراحة مو هاي الحلقة اللي ببالي انه انزلها، كان ببالي انه نحكي عن مفهوم الحب واخذكم برحلة عن آراء الفلاسفة عن الحب، ونحكي عن اشهر نظرية علمية عن الحب. بس بحكم الحياة والالتزامات الجديدة ما قدرت اكمل كتابتها، فعسى ولعل انه بالايام الجاية اكمل كتابتها وتنزل ان شاء الله. الاسبوع اللي فات كان اكبر مصداق للي قالته الست ام كلثوم: هكذا احتمل العمر نعيما وعذابا. العذاب وبتعبير ام كلثوم كان بداية الاسبوع، يعني كانت ايام باهتة ومليئة بالمشاكل والضغوطات اللي تزداد يوم بعد يوم. اما بالنسبة للنعيم فكان في نهاية الاسبوع من حصلت على 4 وظائف مختلفة بيوم واحد، وبالنهاية حصلت على افضل وظيفة بعمري لحد الان، اعلى راتب واقرب مكان واقل ايام دوام. فانا ظليت صافن هنا وسائل هي مالها الدنيا حلوت كده ليه؟ طبعا انا مصالح وهي فكرة انه ممكن باكر اقعد وانا خسران كل شيء وراجع عن نقطة الصفر من جديد، طبيعي جدا مصالح وياها. انا عندي قصص وايام وين نقطة الصفر، يعني اصعد 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 وارجع عن نقطة الصفر من جديد. لم نعد نخاف الهاوية فلقد سقطنا فيها مرارا وتكرارا. فمو هذا اللي اريد اقوله، انما اللي اريد اقوله هي انه ليش في بعض الاحيان الدنيا تحلو فجأة، واحيانا اخرى نفس الدنيا تسود بعيوننا. ليش مرات رغم سعينا المتواصل للنجاح نفشل، ومرات اخر نكون قاعدين ببيتنا والنجاح يجينا بدون حتى ما نسعى له؟ لو طرحنا هذا السؤال على الفلاسفة الرواقيين فراح يجاوبوننا بكل اختصار انه الموضوع ين فورتونا، وفورتونا هي إلهة أو ربة الحظ عند الرومان. هذا اللي بيدها اليسار هو قرن الوفرة اللي يرمز للخيرات اللي ممكن تقدمها البشر، أما اللي بيدها اليمين فهذا دولاب الحظ اللي بيه ناس فوق وناس جوا. إذا كان يجيك نجاح بدون أي سعي من يمك، أو مثلا تحصل على فلوس بدون أي شغل، أو مثلا تلقى السول ميت صدفة، فاعلم حفظك الله أنه أنت في قمة هذا الدولاب. بس إذا أنت كنت في سعي دائم لما يسمى بالنجاح، تاخذ كورسات، تتعلم سكلاية جديدة، تكبر دائرة علاقاتك على أمل أنه أنت تنجح، ومع ذلك النتيجة هي فشل آخر، فاعلم أنه أنت في الدرك الأسفل من هذا الدولاب، وش ما سويت ما راح تنجح. أو مثلا كلنا مارين بهذا اليوم اللي تخسر بيه أغلى الأشياء اللي تملكها فجأة. تخسر وظيفتك، حبيبتك تقول لك ما نقدر نكمل، تتمرض أو يصير لك حادث، يا أخي حتى أصدقائك تحسهم بدأوا يضجون منك بدون سبب. الرومان كانوا يصورون فورتونا على أنه هي واقفة على كرة كدلالة على تأرجح الحظ وعدم ثباته، وكذلك أيضا كانوا يصورونها على أنه هي عمياء أو معصوبة العينين كدلالة على أنه هي ثولو سمينة غبية ما تعرف تميز أنه هذا الشخص مؤهل للنجاح فأخلي الحظ يساعده، أو هذا غير مؤهل فأعوفه. لا، هي كانت عشوائية باختياراتها، وصحيح كانوا يعبدونها ويقدمون لها قرابين على مود يتقربون منها وتساعدهم، بس هي ما كانت تمشي بمبدأ الثواب والعقاب مثل بقية الآلهة. يعني إذا سوي شيء يعجبهم راح يساعدونك ويسوي لك الحياة وردية، وإذا سويت شيء ما يعجبهم راح يغضبون عليك ويسوي لك بلاوي. لا، هي كانت مزاجية، ما تهتم انت ايش راح تسوي او ايش ما راح تسوي، هي ما تهتم لافعالك، سواء اذا سويت شيء يعجبها او شيء ما يعجبها، ما مهتمه بيك ولا بافعالك. ممكن تكون خوش انسان وما مخلي كورس يحتب عليك، كل الكورسات اللي بالحياه ماخذها، وعندك كل السكيلز المطلوبه، ومع ذلك تفشل وكل شيء ما تحصل. وممكن تكون فاشل وكل شيء ما عندك، لا عندك اكسبيرينس، لا عندك علاقات، لا عندك سكيل، لغه حوار ما عندك، ومع ذلك تساعدك وتنجح. فورتونا تصعد واحد وتنزل الثاني بدون أي فضل للأول أو ذنب للثاني، مزاجية. فإذا كان الحظ مو وياك بهاي الفترة فانتظر الدولاب يفتر وتصير بأعلى الدولاب وتصعد بيدك. وإذا كنت تعيش بفترة حلوة والحظ محالفك فاستعد للحظة اللي يفتر بها الدولاب وتصير بأسفل السافلين. على الرغم من سذاجة الفكرة وأسطوريتها، ولكن توفر لنا العزاء بكل فترة صعبة نمر بيها، بكل فشل ما نعرف السبب الحقيقي له. وبهيج حالات من نفشل انه نلقى سبب حقيقي للفشل مالتنا، فعادة نعوف الحقيقة ونلجأ للأوهام. وكم سليت بالأوهام نفسي وغطيت الحقيقة بالخيال. في كثير من الأحيان فشلنا ولا نجاحنا ما نعتمد علينا احنا وبس، السكيلز، السي في مالتنا، دائرة علاقاتنا، وإنما يعتمد كذلك على ظروف خارجة عن إرادتنا. مرات نسميها الحظ، ومرات نسميها القدر، ومرات أخرى نسميها الصدف. ويا محاسن الصدف، يعني كثير من الاكتشافات البشرية احنا اكتشفناها صدفة. الانتيبيوتيك والاكس راي من أهم الاكتشافات ونقذ الملايين الأرواح كانت اكتشافات صدفة بحت. الجاذبية مثال آخر على اكتشافات الصدفة،
يعني نيوتن ما اكتشفها بالمختبرات العلمية، وإنما كان قاعد جوا شجرة فوقعت عليه تفاحة، تأمل بالسقوط مالتها وهيك اكتشف الجاذبية. بعدين يا أخي حتى الفياجرا اللي هم صدفة كان مقدر إلى إنه يكون علاج للأمراض القلبية، فأخذوا هذا العلاج ووزعوه على عمال المصانع، ولكن فشل ذريع بمعالجة هذول العمال. ولكن هذول العمال اكتشفوا انه صحيح ما عالج امراضهم القلبية، ولكن ادائهم الجنسي صار توب التوب. وفضل هاي الصدفة تحول الفياجرا من علاج فاشل لامراض القلب لاشهر علاج للعجز الجنسي. ومثل ما الحظ خلى غيرك ينجح، ممكن يلعب وياك ويكون اكبر سبب للفشل مالتك. وهذا درس مهم لازم تتعلمه بالحياة حتى تتجاوز مثلا من تطلع معدل اعلى من معدل صديقك، ومع ذلك يدخل كلية اعلى من الكلية اللي تدخلها انت، او من ترفضك بنية انت تحبها بس لانه انت قصير او مو حلو، او ترفض من مقابلة عمل بس لانه بيتكم بعيد وتسكن مناطق نائية، مع انه كل هذني مو انت اللي اختاريتهم ولا لك اي مسؤولية بهم. درس مهم حتى نتجاوز لحظات الفشل اللي ما نكون مسؤولين عليه، ونبقى نجلد بذاتنا وننظرها نظرة الزراء. لأن صحيح أكبر عدو لك هي نفسك، ولكن بنفس الوقت هي أقرب صديق لك والسند الوحيد اللي تقدر تسند عليه. تقبل نفسك وطورها وغير الأشياء اللي تقدر تغيرها، والأشياء اللي ما تقدر تغيرها لازم تتقبلها. الرواقيين عمموا هاي الفكرة على الحياة بصورة عامة، فقالوا انه الاشياء اللي بهاي الحياة تنقسم الى قسمين. القسم الاول هي الاشياء اللي تقع تحت سيطرتنا ونكون احنا مسؤولين عليها بصورة رئيسية، مثل انفعالاتنا وطريقة تفكيرنا والسكيلز مالتنا. كل هاي الاشياء احنا اللي نكون مسؤولين عنها وتقع تحت سيطرتنا. اما القسم الثاني فهي الاشياء الخارجة عن سيطرتنا. الموت مثلا، هل تقدر انت ما تموت؟ او مثلا تخلي الناس اللي تحبهم ما يموتون أبديين؟ هل تقدر تتحكم بالطقس؟ أو مثلا تخلي الناس كلها تحبك وما حد يفشل عليك بالتعليقات؟ أكيد لا. كل هاي الأشياء خارجة عن سيطرتنا، ومهما سويت أنت ما راح تقدر تغير بيها أي شيء. وعليه الرواقيين يقولون لنا روح جيب ورقة وقلم، والورقة اقسمها لقسمين. القسم الأول سجل بيها كل الأشياء اللي تقع تحت سيطرتك، أما القسم الثاني فسجل بيها كل الأشياء اللي خارجة عن سيطرتك، وبعدها شوف المشاكل اللي تواجهها بحياتك، هل هي من القسم الأول أو القسم الثاني. إذا واجهتك مشكلة وتقع تحت سيطرتك فحاول إنه تحلها. غير طريقة تفكيرك، ادخل كورسات، شوف توتوريال، طور من نفسك لحد ما تنحل المشكلة. بس إذا واجهتك مشكلة خارجة عن سيطرتك وضجت عليها فأنت هنا غبي. أنت غبي لأن جاي تضوج على شيء أنت ما تقدر تغيره، كذلك أنت ما لك أي سيطرة عليه أو ما لك أي تحكم به. الرواقية تقول لك هذا العالم وهاي قوانينه وأنت لازم تتقبل هالشيء، لأن إذا ما تقبلته راح تتخيل عالم مثالي تقدر تغير به كل الأشياء، فراح تخلي بس الإيجابيات والأشياء اللطيفة وتلغي كل السلبيات. بس مشكلة هذا العالم الخيالي إنه هو خيالي، ما موجود بالواقع، إنما موجود فقط بعقلك. راح تتخيل بهذا العالم الخيالي الوردي مالتك عالم بدون حروب، فتضوج إذا صارت حرب، بينما بالواقع في الحروب مستمرة. يعني إذا نرجع للأصل بداية الخليقة كانوا بس 4 أشخاص، آدم وزوجته وقابيل وهابيل. قوم يا قابيل اقتل هابيل وهو أخوه. وبعدها طبينا بالحروب مال الإمبراطوريات، بعدها الحروب العالمية، دول ضد دول، نوبل الدول الكبيرة قامت تحتل الدول الصغيرة، وهكذا. هذا تاريخ البشرية مليء بالحروب وراح تستمر. الناس كالناس والأيام واحدة. طبعا هنا ما جاي أبرر الحرب، لا أبدا، يعني بالتالي الحروب أبدا شيء مو عقلاني وما لازم يصير. يعني إذا تروح العالم الحيوانات، حيوانات بدون عقل، فتشوف الحيوان القوي يفترس الحيوان الضعيف على مود يبقى عايش وما يموت، يعني يمشون تحت مبدأ البقاء للأقوى، مثل ما قال ذاك الزلمة اللي ما أقدر أقول اسمه. بينما الحرب اللي جاي تصير واللي صارت فالهدف مالتها توسعي، يعني هاي الدول مرتاحة وعايشة أحسن عيشة، بس على مود إنه زي ثروتها أو سيطرتها تدخل حروب وتروح ضحايا والدنيا تشتعل، بس على مود التوسعية مالتها. اللي يخليك تدق وتلطم إنه هاي الكائنات العجيبة غريبة مزودة بما يسمى بالعقل، اللي على أساس يخليهم يعرفون وين الصح ووين الغلط. فالحرب شيء مو عقلاني أبدا. بس قل لي ايش راح تستفاد؟ ايش راح تستفاد إذا جبنا لك أكبر شاشة بالعالم وعرضنا لك عليها كل القنوات الإخبارية
ووصلتك الأحداث لحظة بلحظة، وشفت الوضع ايش قد سوداوي والاتجاه المأساوي اللي احنا رايحين بيه، وبديت تفشر عليهم بالتعليقات وتنشر هاي الستوريات ام ال20 سطر، اوكي؟ وبعدين شنو اللي استفاديته غير القلق والخوف من المستقبل؟ جاوبني. هل انت متوقع انه ترامب او البقيه يشوفون ستورياتك او تعليقاتك فيقولون شنو هاي اللغه المنمقه والافكار العاليه فيتحرك هذا الجزء الانساني مالتهم ويوقفون الحرب؟ انت متوقع هيك؟ بالنتيجه انا ولا انت اثنيناتنا ما راح نقدر نغير اي شيء بالحرب، فعلى شنو نبقى خايفين او نقلق من شيء احنا ما نقدر نغيره وما لنا اي دور بيه؟ اعرف هذا الشيء صعب، والله العظيم صعب، بس اتليست تراي، حاول تتقبل هذا الواقع اللي بيه اشياء تقدر تغير منها واشياء خارجة عن سيطرتك، ومهما سويت ما راح تقدر تغير منها اي شيء. وعليه الرواقيين رفعوا شعار تمنى الافضل ولكن توقع الاسوأ. جوهر فكرتهم هو انه يريدون ان نتوقع المستقبل بعدة سيناريوهات، والسيناريو الاسوأ هو اللي راح يصير ويانا، وبهالطريقة راح نقتل مخاوفنا ونتخلص من القلق، من نتصالح وهي أسوأ الأمور اللي ممكن نواجهها. يعني القلق ينشأ من نتأمل حدوث شيء معين وبنفس الوقت نخاف من حدوث شيء آخر، بس من يجي شخص ويأكد لنا حدوث هاي المخاوف فما راح يبقى عندنا شيء نخاف من يمه، وبهيج راح نتخلص من القلق ومبارك يعني راح توصل للسلام الداخلي. وعليه إذا كنت قاعد ويا فيلسوف رواقي وقلت له بأنه أنا أخاف لا تصير حرب وأخاف لا نتعرض للقصف، فلا تنتظر من يمه أنه يقول لك لا إن شاء الله ماكو شيء وراح تتحسن الأمور. لا 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 لا، بالعكس راح يأكد هاي المخاوف ويقول لك 100% راح تصير هاي الحرب، وبعيد الشر يعني بيتكم بالذات راح يتعرض للقصف. يا ساتر يا رب. هدف الرواقة هنا هي نقطتين، النقطة الأولى هي أنه إذا ما صارت حرب فهو المطلوب وكفى الله المؤمنين شر القتال. النقطة الثانية هو أنه راح يخلصك من القلق من يأكد لك حدوث الأشياء اللي تخاف حدوثها. تتخلص من القلق لازم تفترض أنه الشيء اللي تخاف أنه يصير لك راح يصير لك 1,000,000,000%، ولذلك اسحق كل آمالك وأمنياتك وتصالح بشجاعة وهي أسوأ الأمور اللي ممكن تصير وياك. من خلال هالشيء راح تتخلص من القلق لأنه ما راح تتمنى حدوث شيء وبنفس الوقت تخاف من حدوث شيء آخر. بالنهاية يا صديقي، إذا أنت كنت خايف من المستقبل فأحب أطمنك بأنه الشيء اللي أنت تخاف أنه يصير ممكن جدا ما يصير، وياما خفنا أنه تصير لنا أشياء وبالأخير ما صارت، ونكتشف بعدين أنه إحنا حرقنا أعصابنا على لا شيء. وحتى وإن صارت فما راح يكون بالشكل المخيف اللي أنت متصوره، وغالبا هيك ولا هيك هاي الأشياء خارج سيطرتك وما إلك أي دور بيها. على الرغم أنه الكلام اللي راح أقوله كلام مستهلك وقد يبدو يعني كرنج، ولكن أنا أشوفه حقيقي، وكل ما تمر بي الأيام أزداد يقين به. إذا كنت تمر بفترة أو فصل سيء بحياتك فلازم تدرك أنه خلال رحلتك فصول هاي الحياة مثل ما مريت بالفصول السيئة والحزينة لابد أنه راح تمر بالفصول السعيدة والناجحة، أو مثل ما قال الشاعر تأتي الشدائد ساعة وتغيب وتلوعك الأيام ثم تطيب.